عمرك جربت تسأل خبير؟ هو انت بتعمل اللي بتقوله للناس؟ او شفت دكتور بيغلط غلطة المبتدئين؟ اوفلاين بودكاست، احنا بنشد الفيشة علشان نطلع الاجابات دي. وده مش بودكاست عادي، احنا في منطقة شك وريبة وضحك. بنلعب مع ضيوفنا لعبة الكروت المكشوفة وقوانين اللعبة. الضيف بيسحب كارت والموضوع اللي يطلع له هيجاوب عليه بكل صراحة ومن غير تفكير. عندنا كارت علامة الاستفهام، وده منطقة الخطر، بنسأل فيه سؤال شخصي جدا ملوش علاقة بالمهنة. وكمان عندنا كارت الجوكر، وهنا الآية بتتقلب والضيف هو اللي بيمسك السكينة ويذبحني بأي سؤال يجي على باله فداء للبشرية. وضيفتنا النهاردة الأستاذة ندى جاد، خبيرة الموارد البشرية وإدارة المسارات الوظيفية. جاهزين نشد الفيشة؟ يلا بينا. مساء الخير يا باشمهندسة، ازاي حضرتك؟ النور. عاملة ايه؟ يا دكتور عامل ايه؟ منوراني في بودكاستي. ده انا ليا الشرف. اخبارك ايه؟ تسلم. يلا جاهزين نلعب؟ يلا بينا. شربنا القهوة وقعدنا أحلى قهوة واتبسطنا. الصراحة. يلا نلعب. احنا هنبدأ الأول مجموعة أسئلة اوكي. هنسحبها من الكارت الأولاني. تمام. هتقري لي التوبيك اللي عليها أو السبجكت اللي عليها وأنا هشوفها من عندي ونبدأ نسأل الأسئلة بتاعتها. تمام، انا احب جاهزين؟ الكروت ده. يلا بينا. يلا بينا. ريدي ستيدي جو. ريدي ستيدي جو. اوكي. بمناسبة بقى ده يعني السبجكت دي بمناسبة الكتاب بتاع حضرتك ريدي ستيدي جو. بالظبط. فخلينا نبدأ بأول حاجة بتحصل. ايوه. ايه أول خطوة الخريج أو الشاب اللي يكون عايز يشتغل بيغلطها وهو مش واخد باله، يعني بياخد الخطوة دي غلط فبيجو غلط من غير ما يبقى ستيدي؟ ان هو بيجو من غير ما يبقى ستيدي فعلا، بيبقى مستعجل، ما بيستعدش. دايما اقول لهم هو انت بتنزل تلعب ماتش الكوره مع اصحابك من غير ما تسخن شويه؟ هي دي المشكله الاساسيه، هو مستعجل، ما استعدش، ما سخنش، فبالتالي عضلته بتشد، جاله شد عضلي بالظبط، خسر الماتش. خسر الماتش. طيب يعني الغلطة دي بتبقى في الاستعدادات دي، في استعدادات تأهيل لنفسه ولا استعدادات ان هو حس ان هو خلاص كده انا اخدت الدراسة بتاعتي فيلا بينا ننزل بقى نشتغل؟ لا، ممكن كمان غير كده ان هو بيستعد غلط، بيدور على اجابات محفوظه، تمام، مش بيستعد بشخصيته الحقيقيه. بيستسهل يدور على اجابات، او يسال صحابه عملت ايه لما رحت، او يدور على اجابات اكلاشيه زي ما بيقولوا. فمش بيستعد صح. طيب خلينا نسأل السؤال التاني. لو فتحنا الكتاب بتاع حضرتك وقريناه ريدي ستيدي جو وهناخد منه نصيحة لكل واحد حاسس انه تايه في الشغل، هتبقى ايه النصيحة بتاعته؟ سواء تايه في شغله اللي هو فيه حاليا، يعني حاسس ان هو مش شبهه، او تايه في الشغل ان هو لسه ما لقاش الشغل اللي ممكن يشتغل. اول حاجه خالص استعد صح انك تكتشف نفسك. اعرف انت مين، عشان لما تعرف انت مين هتدور صح على الحاجه اللي تناسبك. تمام. وما تستعجلش تقبل اي شغل علشان الفلوس وخلاص، انت بتضيع وقت وبتضيع عمر وهتبقى مسحول في الشغلانه، مش هتعرف تستعد يعني خليك مستعد للفرصه الصح لما تجيلك. فانت لما هتشتغل وتسحل نفسك في شغل مش شبهك، انت ما عندكش كده وقت تستعد. بتفرق معاكم في الاتش ار وحضرتك قاعده، انا لو قدامك وحضرتك اتش ار طبعا واكسبرت يعني، فلو انا قاعد قدامك بيبان قدامك اذا كنت انا بقبل الشغلانه عشان عايز الفلوس وبس ولا عايز اشتغل كده وخلاص؟ طبعا بيبان جدا. بيبان جدا. وعلى فكره احنا في ناس برضو بنقبلهم عشان عايز يشتغل وخلاص، وانا ببقى عايزاه مرحله معينه، بس انا حطيته في مكان يعني خساره يضيع وقت. ما برضو الشغلانات فيه بتبقى انت زي مثلا خدمه العملاء، كل الشركات اللي هي خدمه العملاء بايكون عارف ان هو اخره معاه سنتين، فهيقبله، بس هو المهم يبقى كواليفايد معاه ان هو بيتكلم كويس، ومثلا لو هي لغه او الكلام ده كله. ففي شغلانات بتبقى محتاجه حد اللي هو يعني لفتره معينه، بس ستيل برضو ما هو انت مش هتكمل في الكول سنتر الا لو انت فعلا محتاج بقى فلوس ومحتاج تكمل عشان الاقساط بتاعك وعامل يعني بقول لك كل حاجه وليها حاجه. بس ايه الحاجه اللي انت هتبقى فعلا مرتاح فيها والوظيفه دي شبهك، دي لازم تستعد لها وتكتشف نفسك صح. فدي النصيحه الذهبيه بتاعتي، انه تدور على حاجه تبقى شبهها بالظبط، وتكتشف نفسك الاول. طيب ما هو ده بقى السؤال الثالث اللي احنا كنا نساله، ليه علاقه بريدي ستيدي جو. انا دلوقتي رايح اشتغل شغلانه، هل صح ان انا البس لها ماسك على حسب ما الشغل عايز؟ يعني الشغل عايزني كذا فالبس الماسك،
وانا مش طايق لا الشغلانه ولا مدير ولا طايق كل حاجه خالص. بالعكس، انت لما تروح لحاجه شبهك انت بتكمل فيها وبتكبر فيها وبتبقى مرتاح. ولكن لما بتلبس ماسك انت كده ضحكت على الاتش ار وضحكت على نفسك. فانت هو الاتش ار هيحطك في حته مش شبهك، فانت مش هتبقى مبسوط ولا هتعرف تدي فيها. يعني كخبرتي في الاتش ار اخرك 6 شهور وهتلاقي نفسك بتنهار، بس احنا وهتبتدي تتكشف. طيب فمش هتوصل برضو، يعني مش هتحط في حته صح. بس احنا بنحس ساعات ان الاتش ار وهو شغال هو بيعمل، هو فاتح فيكنسي مثلا لكذا، فهو قاعد هيعمل الانترفيو للشغلانه دي وبس. يعني هو حتى لو جاله حد اوفر كواليفايد او جاله حد ممكن يتحط في حته تانية هيقول لك مش وقته، انا مالي، انا جاي عايز الشغلانه دي. بنحس كده. بالعكس، الاتش ار الصح بيخاف من الاوفر كواليفايد، لانه هيبقى عارف انه مش هيكمل ومش هيرتاح. لكن الاتش ار اللي هو بقى كده الشركه دي مش مناسبه اصلا عموما، بقى الاتش ار اللي هو هيشغل اي حد في اي حته زي ما قلت لك كده. هو اخرك انت عنده 6 شهور وبعد كده عنده 6 شهور وانتهيتوا مع بعض بالظبط. الا بقى لو انت ما عندكش طموح وعايز الفلوس وخلاص. بس برضه هو يعني الشركه دي نفسها مش بتكبر. مش هتكبر على المستوى الاعلى، مش هتكبر حتى كسالري. انت هتكبر في العمر بس. هو كويس ان هو بيقدم في حاجه، اكبر في حاجه خلاص. بس لا، في اتش ار مش حقيقيين، في اتش ار بيدوروا ان هم يحقق التارجت اللي مطلوب منه. انا محتاج الوظيفه دي، ما تسيبهاليش فاضيه، عين لي حد مكانه وخلاص. بالظبط. فولا هو اتش ار حقيقي ولا اللي هيشتغل شغلانه حقيقيه. ماشي، احنا كده خلصنا الجزء الاولاني. نبدا بقى بالسؤال اللي بعده. يلا بينا نسحب واحد تاني. طلع لك ايه؟ اتش ار تريكس. اتش ار تريكس. طيب انا بحس ساعات الاتش ار سوري يعني، بس انا بحس ان في سؤال كلاشيه كده بالنسبه لي انا كوائل ولا ليه لازمه بالنسبه لي. شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ السؤال ده يعني انا بالشغلانه اللي عديت منها بحس ان هو عايز يعرف انا اذا كنت طموح ولا لا. طيب بس انا شايف ان السؤال بدل ما تسالني قول لي شايف نفسك ازاي كمان 5 سنين وشايف نفسك تعمل ده ازاي. ما ده السؤال المفروض التكمله بتاعته صح، لان كل الناس هتقول انا شايف نفسي ابقى مكانك. صح. ده اللي بيحصل، ده الاكلاشيه. ليه بقى السؤال ده بيتسال؟ بص، هو اول حاجه خالص انا السؤال ده كاتباه 5 سنين في الكتاب علشان هو بيتسال 5 سنين. بس خليني اقول لك بقى، ودي نصيحه للاتش ار برضه. يا جماعه السؤال ما ينفعش يتسال 5 سنين مبدئيا في الزمن اللي احنا فيه والسرعه اللي احنا فيه. ولو انت اتش ار فاهم ما تقول شايف نفسك كمان 2 سنين فيه. مفيش حد كمان 5 سنين عنده خطه. احنا في اللي احنا فيه ده يعني والسرعه دي بالظبط 5 سنين ايه يا عم؟ يعني مش كتير قوي، يعني كتير قوي. بص، هو برضو الاتش ار الحقيقي حتى لو سال ال5 سنين هو السؤال ده بيبقى ليه كذا غرض. ايوه، ايه بقى؟ هقول لك. اول حاجه خالص، انا لو انا كمثلا اتش ار عندي شركه والشركه دي ليها رؤيه وليها خطه وعايزه تكبر والكلام ده كله، انا عايز اشوف الناس دي انا هستثمر فيها وهعلمها هيكبروا ولا لا، وهيقعدوا معايا ولا لا. ما انا برضو استثمار في الموظفين، وانك تقعد تستنى ما تعلموا وتعلموا ثقافه الشركه واسلوب الشركه والكلام ده كله، ما ده تضييع وقت. وان انا يروح ما فيش حاجه اسمها راح اجيب غيره. دي برضو طريقه تفكير غلط لاصحاب البيزنس جدا جدا. لا، هو انت استثمرت فيه وعشان تجيب غيره وتستثمر وتستحمل بقى ان هو يغلط وياخد على ثقافه الشركه وينجز مع بقيه الموظفين. لا، ده بياخد وقت وبيضيع وقت كتير جدا. احنا عايزين ننجز ونختصر الوقت بالظبط. فبيبقى فيه الغرض الصح ان هو انت عايز تشوف الشخص ده انا لما هستثمر فيه ومكمل معايا ولا لا، فعنده طموح فعلا ولا لا. هل انا مرحله مثلا لما يجي له الجيش هو ناوي يكمل بره حياته. هو برضو حتى لو ما عندوش طموح، ما انا ممكن ابقى عايزه حد ما عندوش طموح على فكره، عايزه حد يفضل في الحته دي. فبرضو الاجابه اتش ار طيب قوي. انت مصممه تقول انا اقول لك التريكس اللي وصل من ما دي تريكس اصلها يعني بالظبط يعني تريكس يعني لانه مش كل الوقت حضرتك عايزه حد شاطر، انت عايزه حد يعمل الشغلانه دي وبس. بالظبط، كل حاجه وليها حاجه. عشان كده دايما نصيحتي خليك حقيقي، جاوب بصراحه علشان تتحط في المكان الصح. ولا تدي وعود للاتش ار فيستثمر فيك وانت كده بتخدعه وانت ناوي تسيبه. لان الشركه فعلا برضو ما هي دي ناس فاتحه بيوت برضو، ما صاحب البيزنس ده مش ما هو برضو عنده التزامات وعنده حاجات، فانت ما تخدعوش وفي نفس الوقت ما تخدعش نفسك. بس برضو هو بيقول لك انا لو رحت قلت له الحقيقه ما هو هيقول لي طب خلاص مع السلامه انت. خلاص يبقى دي مش شغلتك. هتلاقي اللي شبهك. يا جماعه احنا 100 مليون.
هنلاقي شغلانه شبهنا وهنلاقي شركه شبهنا وهنلاقي، بس ما نستعجلش فيه. لان زي ما قلت لك انت لو رحت مكان الغلط هتكبر في العمر بس وهتضيع وقت. صح. فانت استحمل شويه لغايه ما تلاقي الحاجه الصح. طيب خليني اسالك تاني، بما ان حضرتك اتش ار طيب جدا الله يخليك. فاسالك بقى سؤال بقى من الحاجات الطيبه. ساعات بنتسال برضو سؤال في برضو كلاشيه برضو، اللي هو يقول لك ايه هي عيوبك؟ اغلب الناس اللي بتسمع السؤال ده هي على الله ان شاء الله هي ما جاتش، يعني صباح الفل، هو كويس كتر خير الدنيا ان هو جالك يعني. فالعيوب دي ايه يعني؟ ايه الحكمه؟ هو اول حاجه خالص احنا مش خاليين من العيوب طبعا، مفيش حد ما عندوش عيوب طبعا، بس هل انا بقى السؤال الحكمه فيه هل انا على وعي بعيوبي وبحاول اشتغل عليها ولا لا؟ يعني مثلا انا دلوقتي مثلا بتعصب بسهوله، انا شايف ان انا من حق اتعصب وشايف ان انا الناس هي اللي 60 في 70 ولا انا بحاول اشتغل على ان انا ما اتعصبش وافوت واكبر دماغي؟ ماشي. فبيبقى السؤال هو تريكي جدا ولازم يجاوب بحكمه. بس خلينا نجاوب فيما يخص الشغل، يعني ما يجاوبش مثلا حاجه شخصيه. وانا كنت لسه اقول لك بالظبط يعني في يقول لك والله اصل انا متسرع في القرارات العاطفيه، حضرتك ربنا يوفقك. بالظبط انا ما استفدتش حاجه من العيب ده ولا يعني فمثلا ايه، انا مثلا ما بحبش مثلا ان السؤال بتاع تقدر تشتغل تحت ضغط. انا لو حد سالني السؤال ده اقول له لا. عمر ما في بني ادم هيشتغل تحت ضغط يطلع شغل صح. ولو الاتش ار سالك السؤال ده من الاخر بقى زائد ال5 سنين يعني ايه بقى خلاص بقى كده احنا ايه، او انت رحت شاف عصابه. بالظبط يعني احنا كده مش يعني مش انترفيو في اتش ار مع اتش ار صح. فالاجابه مثلا بتاعت السؤال بتاع تقدر تشتغل تحت ضغط دي، اقدر اشتغل تحت ضغط لو احنا خلاص في ديدلاين، لا هقدر اشتغل زي ليله الامتحان، بس مش يبقاش الاسلوب المتبع ان انا على طول شغال تحت ضغط. ما انا عمري ما هشتغل اشتغل صح، عمري ما هطلع شغل. العيوب بتاعتك ممكن نقدر نتكلم مثلا على حته انا بحب اشتغل لوحدي ويكون دي حقيقته، ما بعرفش اشتغل في تيم. كان عندي موظف وانا لما كنت في الشركه ما بيعرفش يشتغل مع بني ادمين خالص. اي حاجه فيها الروح تبعد عنه. بالظبط عايز مكتبه يبقى في اخر حته ومحدش يكلم. لدرجه انا قلت ساعتها لرئيس مجلس الاداره، قلت له بص لو انت عايز الشخص ده يطلع شغل ما تتعاملش معاه، اطلب مني انا بعرف اتعامل معاه، انا هعرف اطلع منه الشغل صح. وخليته يشتغل في حاجه هو منه للكمبيوتر للورق. مش عايز اقول لك بدع لدرجه ان هو عمل ابلكيشن للحضور والانصراف في الشركه بدل ما احنا كنا ندفع الشيء. فانت تحط البني ادم في المكان الصح، في المكان الصح يطلع الريزلت. خليك حقيقي عشان تتحط في المكان الصح. ما هو انا مش الشطاره ان انا اخد الشغلانه دي وخلاص. صح. لا طب سؤال تاني برضو جه على بالي، يعني سؤال مهم برضو وموتر جدا برضو في الاتش ار، لما يجي يقول لي ايه هو السالري اللي انت شايفه ان انت تستحق انك تاخده. هنا بقى موتر لسببين. لو انا قلت السالري بتاعي صح انا ما حدش هيشغلني. ولو انا قلت عن السالري هظلم نفسي، هفضل طول عمري غير بظلم نفسي اقول ايه، طب لو كنت زودت 5000 كان ممكن يوفوا. صح طبعا. يعني طبعا سؤال فعلا فسؤال موتر جدا ومش مش مفهوم. وممكن اترفض عشان طلبت سالري عالي. ضيعت على نفسي الفرصه. مش مفهوم ومش مفهوم. هي دي بقى الاستعداد، الريدي ستيدي جول اللي بنتكلم عليها. اول حاجه انت لازم تدرس السوق قبل ما تروح وتشوف البوزيشن ده، حتى اسال اللي حواليك واسال معارفك السالري بتاعه من كام لكام بالظبط، اعرف الرينج. وانت دايما برضو اسالهم هم طب الرينج بتاعكم ايه. فهو طبعا هيقول لك اقل حاجه وهيقول لك حاجه نص. فانت خليك برضو يعني معقول، خد المتوسط. وبعدين احسبها صح، لان المواصلات مثلا دلوقتي بقت غاليه جدا. وهتشرب لك كوفي، هتفطر، ما انت مش هتصرف على الشغل. ده المتطلبات الاساسيه لاي موظف. فانت برضو اطلب المعقول صح اللي يقدر يخليك تكمل برضو في الشغلانه، مش انت فيها ومن بكره بتقدم في شركات تانية. طب ما احنا كده عملنا ايه؟ صح، ما احنا كده عملنا ايه؟ زائد برضو في حاجه برضو، ودي برضو نصيحه للاتش ار لو حد بيسمعنا من الاتش ار، خليك ذكي. ما تخلي مش مثلا مش الشطاره لو هو طلب حاجه اقل وزمايله هيكونوا بياخدوا اكتر، لان هيتعرف فانت خسرت الموظف ده. مش الشطاره ان انت وفرت 5000 وانت كنت ناوي تديهم له. لو انت صح. فعلا ده الرينج اللي انت كنت حاطه هو طلب قليل، اديله حقه، لانه هيعرف ان انت ضحكت عليه. ساعتها انت خسرته، انه ممكن يكون هو كويس. ماشي. فدي بلاش الفهلوه اللي بتودي ان احنا اتش ار طيب. عاجبني ليه؟ لان الصوره دي مش موجوده. ما هي الاتش ار اللي فاكر نفسه سوري يعني ناصح بيخسر كتير. طبعا بيخسر كتير. هي وين سيتويشن. صح.
جاهزين بقى الوين وين سيتويشن بقى في الكروت؟ يلا بينا. يلا بينا اللي بعده. صراع الاجيال. صراع الحضارات. اه طيب صراع الاجيال ده المدير بيبقى من جيل والموظف من جيل تاني، فبيبقى ما بينهم اختلافات كتيره قوي. صح. سواء بقى اختلافات في طريقه كتابه الميل او حتى في طريقه الشغل. يعني لو جينا بنتكلم في الشغل، الجيل الاقدم يقول لك لا ده انت ادي شغل وقته واسهر في الشغل وابن الشركه عبد الشركه مش ابن الشركه ومش عارف ايه بقى القصه دي نعملها ازاي اصلا؟ هي اساسها الاحترام. انا احترم الاكبر مني وانا احترم الاختلاف اللي بيني وبين الاصغر مني. ماشي تمام. لو الاحترام ده راح بيننا احنا الاثنين كده باظت. حلو. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان زي ما انا قلت لك كده لازم كل واحد فينا يتنازل شويه. اولا انا لازم كجيل جديد اعرف ان انا بكلم حد اكبر مني سنا واكثر مني خبره. ماشي. فلازم اجي على نفسي شويه واحترم الطريقه اللي انا بتكلم فيها معاه. بلاحظ شويه في الجيل، وانا مش طبعا مش بنتقدهم، هم حبايبي، بس مش كل حاجه تنفع فريندلي. ما ينفعش اقول لمديري يا اسطى مثلا بقولها بيني وبين صحابي، لكن لازم ابقى عارف ان في شويه حدود لازم ما اتعدهاش. ما ينفعش اسفه من اراء مديري. ما ينفعش ان انا ما اسمعلوش، ما هو خبره، ما هو سبقك خبره. ما هو ممكن ما بيسمعلوش عشان هو شايف انه انا بفهم اكتر منه. ما دي مشكله. انا عندي النوليدج، هو لسه مش مكتشف ده امبارح بالظبط. هو ده كده، ما هو كده بيخسر. هو كده بيخسر. طب معلش يعني بقى. مثلا هقول لك حاجه، يعني انت دلوقتي مثلا حد بيعمل بيتزا اول مره، حتى لو ده شافها على النت والكلام ده كله، ولا الراجل اللي بيعمل بيتزا بقاله 10 سنين وعارف التريكات وامتى يعمل كده، فانت اسمع منه، اتعلم منه، اسمع الاول. هي مشكله الجيل الجديد ان هو الجيل بتاع دلوقتي يعني مشكلتنا كلنا والله. مش بيسمع. احنا بنتكلم بالظبط، رغم ان دي الاول وبعدين دي ايوه ودي اتنين يعني دي اتنين وفوق ودي تحت بالظبط. فانت يعني مش يعني ادي لنفسك فرصه. بالظبط، ادي لنفسك فرصه. وبعدين هم دايما مستعجلين، عايزين ياخدوا الكلمه ويجروا. أيوة. ما تقعد يا حبيبي اسمع كلمتين للاخر. يعني ادي لنفسك فرصه. زائد طبعا برضو الايميلات، لا الايميلات دي ليها اصلا بروتوكول لازم الكل يلتزم بيه، عربي وانجليش، خدي بال حضرتك. بالظبط. ف يعني دي حاجه ما فيهاش نقاش، ما ينفعش ان انت هو كمان في ناس برضو مش واخده بالها من حاجه، انه في الايميل لو انا بتعامل مع شخصيات من بره الشركه وهو بعت لي ايميل بالعربي، انت لازم ترد عليه بالعربي. طبعا. بعت لك ميل بالانجليش، انت لازم ترد عليه بالانجليش. ما ينفعش العكس، يعني ما ينفعش تلعب معاهم بالعكس. لا ما ينفعش. بس المدير بقى كمان لازم ينزل من البرج العاجي بتاعه. أيوة. او ان هو انا الجامد، انا اللي فاهم، انا اللي عملت. ما هو انت عملت بس مش هتفضل تعمل، هو انت بتسلم الرايه. فانت لازم تسلم الرايه. صح. فانزل شويه، اعمل فايبس تناسب الجيل ده، تناسب الجو بتاعه. هم ما بيحبوش يقعدوا على مكتب. ما تعمل لهم ميل باك ان شاء الله، يقعد وهو بيتشالب. المهم بيطلع لك شغل. ايوه صح. يعني المهم ان هو بيطلع لك شغل. صح. بلاش مثلا التزمت في اللابات التقيله وهو ده اللي عندنا. لا الجيل ده برضو صحته يعني على قده. يعني ريح كلنا واستريح. كلنا والله يعني عاشقين الفولترين. مش عشان احنا تعذبنا لازم نعذب ايوه صح. لو في ايدك انك تعمل لهم حاجه اعملها لهم. طب والترند بتاع فكره على قد فلوسهم، الموظف انا بقول لك انا هشتغل في الشركه على قد فلوسهم، انا هوفر طاقه واوفر بتاع، بلا صداع بلا شغل بلا ما، على قد فلوسهم. ما هي بقى دي بقى حاجه بينك وبين ربنا، واسمها كمان استقاله الهادئه كمان ساعات. كويتي. دي بقى بينك وبين ربنا. يعني دي ربنا اللي مطلع عليك. وبعدين ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فانت اتقي ربنا في شغلك، حتى لو فلوس قليله تاكد انه هيترد لك في شغلانه تانية وربنا هيبعت لك فرصتك. لكن لو عملنا الناس في كل حاجه في الحياه، لو عملنا الناس زي ما بيعاملونا او زي ما احنا كده خربت حرفيا. لا هتموت ويبقى في اجزاء ما عملتهاش بالظبط مثلا. بالظبط في حاجه انا ما اتعصبتش زياده طبعا. بالظبط كده. فلا هي يعني خليها بينك وبين ربنا، وتاكد انها ترد لك في حاجه تانية. ماشي. طب احنا كده خلصنا صراع الاجيال. ماشي، نبدا بقى على اللي بعده. يلا بينا. قولي لي ايه بقى اللي بعده؟ الاتش ار الطيب. بعده الاتش ار الطيب. طيب امتى مره اضطريتي انك تعملي رفض لموظف وكان صعبان عليك وعايزه تديله فرصه تانية؟ مش عايزين سيتويشن، بس عايزين يعني هقول لك. كانت هو طبعا في مواقف وفي مواقف كتير. ولما كنت كمان ادي جزء للموظف، عايز اقول لك ان انا كنت لما بدي جزء للموظف كان ممكن يبقى خارج مبسوط والله. مش بقول لك
الاتش ار ده قصه. لا اصل بص هقول لك على حاجه، من امن العقاب اسال ادب. فانا بعمل لك ليه العقاب ده؟ علشان انت تتحسن وتشوف، لان انت اتكلمنا معاك مره واتنين وانت برضو ستيل مصر او مش عايز تتعلم او مكبر دماغك. فلا، هو العقاب ده علشان انت اسيبك تكمل في الشركه اولا، ما اقطعش عيشك زي ما بيقولوا. علشان اديك فرصه او قرصه ودن او تخليك تنتبه ان انت فعلا في خطر. ماشي. انت بقى مشيت حد وكان نفسي اديله فرصه تانية، لما بيكبر برضو في الغلط. هو صعبان عليا بس دماغه البني ادم مسوحاه. بالظبط، البني ادم دماغك مسوحاك يا حبيبي. مش عاجبه اي حاجه في نفسه الا دماغه. يعني ولا عاجبه مناخيره ولا عينه ولا بقه ولا ظهره ولا طوله ولا لون بشرته، بس دماغي مفيش زيها. دماغي فلو هو مش راضي يقتنع ان هو على غلط، انا مش يعني برضو، ما هو صاحب الشركه ده برضو انا ربنا هيحاسبني على امانتي معاه. فانا بيبقى صعبان عليا جدا ان دماغ مسوحاك، بس انا مضطره اخد قرار لان ده لمصلحه الراجل اللي سايب الموضوع. بالظبط، مضطر. وده ممكن يكون فعلا بتمنى ان يكون قرصه ودن ليه هو، انه يراجع نفسه ويشوف ان هو فعلا اللي بيعمله غلط. هو ممكن الاتش ار يقرر ان هو ما ياخدش الاكشن ويديله فرصه؟ طبعا في ايده طبعا. طبعا، بس بقى معاناه بقى مع صاحب العمل، ان انت برضو ان انت تتكلم مع صاحب العمل ان انا مضطر وتقنعه ان انت عايز تديله فرصه، وبتبقى على مسؤوليتك. طب اديله فرصه بقى واستحمل انت. لا خلاص ما لهاش لازمه الفرصه. بالظبط، لا يستحمل هو. استحمل انا ليه؟ ما انت لازم تبقى مطمن بقى ان الشخص ده فعلا يستاهل الفرصه دي. بالظبط. يعني انا مره برضو قلت لرئيس مجلس الاداره عندي، كنا بنتناقش في حاجات وكده، فبقولت له بقول لك ايه، انت لو عايز تلبس الاتش ار اي مصيبه بتحصل في الشركه قول لي انا اقول لك تلبسني ازاي. ما هو اصل اي حاجه سهل جدا بقى، يعني صح. عارف لو المكنه باظت هيقول لك انت علشان انت ما حطيتش السيستم اللي فيه التراكنج ان يتعمل الصيانه ان يتبع مش عارف ايه. فانا عادي انا ممكن اقول لك ازاي تخلي الاتش ار لابس كل حاجه، بس ما ينفعش لانه ده مش حقيقي، لان احنا في مركب واحده. بس طيب سؤال تاني بقى، بما انه يعني داخلين في القصه دي، ليه الاتش ار الموظف الوحيد اللي في الشركه ما حدش بيصاحبه من الموظفين؟ يعني بيقلقوا منه. لان هو طبعا فاكرين ان هو اللي في ايده يرقي، يدي بونص، يشغل حد، بينقل كل حاجه لصاحب العمل. بس هم يعني برضو الاتش ار الحقيقي المفروض يكون حريص ان الموظفين مرتاحين ومطمنين. أيوة. عشان يطلعوا احسن شغل. صح. فده الاتش ار الصح. والله انا مش بتكلم على كمان طيب وشرير، هو اتش ار صح حقيقي ولا اتش ار يعني حافظ مش فاهم. هي الفكره في كده. فلقوا طبعا من اللي حافظ مش فاهم، سوري، اللي هو عصفوره، اللي هو همه. طب كان بيضايقكم وانتوا في الاتش ار تيم او اداره الموارد البشريه، بتتضايقوا انه بقيه الموظفين عاملين ما بينكم حواجز؟ انا ما مريتش بده. انا كانوا بيسميني طيب. انا بقول لك كانوا معتبريني ماما، يمكن ده كان بيسبب لي مشكله مع صاحب العمل نفسه. لكن اوقات والصح ان يبقى في بعض من الحواجز برضو لازم. ان لازم زي بالظبط كده بين ابوك وامك، سوري ولادك يعني. وانت كأب وام لازم يبقى في وقت في حاجز لازم يتحط، لازم. لان زي ما قلت لك برضو هي نفس الجمله اللي من امن العقاب اساء الادب. طيب سؤال، لو موظف شاطر جدا بس بيشتغل بمزاج، ما عنديش مشكله. مودي يعني، هو ما عنديش مشكله، المهم يطلع لي الانتاج بتاعي. ما هو مودي ما هو ممكن يطلع لك انتاج في يوم 2 3 شهر 2، ما هو اللي هيتاثر، والشهر اللي بعده هو اللي هيتاثر. الكي بي ايز بتاعته والبرفورمانس بتاعته هو الخسران. ما هو في برفورمانس طبعا. انا لازم عندي قياس بالظبط، لازم يبقى عندي قياس للشغل بتاعي والمعدلات الاداء بالظبط كده. فانت الخسران يعني مثلا سي بدل ما كنت هتزيد 15% انت معانا وكل حاجه، بس هتزيد 12% فانت خسران. صح. او ممكن ما تزيدش خالص مثلا، او ممكن تمشي، او انت بقى على حسب مودك بقى ده موديك فين بقى. وده الشيء الممتع بالنسبه لي انه يمشي. فانت الخسران حقيقي يعني. بس طبعا دورنا برضو كاتش ار ودور المدير المباشر ان هو دايما يفضل معاه وعيه ويشوف برضو هو مودي ليه. ما هو برضو ممكن يكون ليه سبب، ليه حاجه في الشغل مضايقاه وكده. بالظبط. طب احنا الفقره الاولانيه كده خلصت، نخش على الفقره الثانيه بتاعت علامه استفهام. يلا بينا.
الزتونه. شوف الزتونه هنا قايله لحضرتك ايه. طيب ايه الحاجه اللي مجتمع الاتش ار بيعتبرها من التريكس بتاعته، يعني حاجات خاصه بيه هو، وممكن تقوليها عشان تنصحي بيها الموظفين؟ يعني هي تريكس محدش يعرفها غيركم، لكن حضرتك ممكن تقوليها النهارده للناس عشان يتعلموا منها حاجه ان هو ازاي يبقى فات في الشغلانه او يبقى فات عموما يعني. بص، هو الاتش ار عينه على الكل. فاتيتيودك لما بيتكرر الغلط خلي بالك بيتعلم عليك. لما بتبقى مش شبه الشركه وشبه ثقافه الشركه خلي بالك ممكن يبقى الدور جاي عليك كده كده كده. لان الثقافه اللي بتاعت الشركه دي حاجه مهمه جدا. رساله جداً. الشركه اللي هي الشركه عايزه تبقى ايه والكلام ده لازم تبقى شبه. والثقافه كمان بتاعت الشركه، بمعنى ان مثلا احنا شركه مثلا بتاعت ماركتنج، فاحنا كل حاجه فاني عندنا صح. مش عارف واحد بقى قاعد يعني كاره العيشه واللي عايشينها واللي عايز يعيشها بالظبط. انا بعتبر دايما اقول التفاحه الفاسده مش لازم تكون بتسرق بس هتبوظ لي الدنيا. صح. طيب ده كده التريكس. عايزه بقى تتقمصي شخصيه المذيع وتساليني اي سؤال، اتفضلي. ده سؤال الجوكر. والله بص، هو انا دايما بحب اسمع رايك في السياسي جدا. بس عايزه اسالك سؤال بقى. الجيل، انت شايف الجيل الجديد مهتم بالسياسه؟ ايوه مهتم انه يعرف الحاجات اللي حواليه، بيبقى عارف عايز يعرف المعلومه، بس عايز يعرفها بلغته. مش عايز احنا نقعد نتكلم ومش عارف ايه بس انا ملاحظه حتى ما يعرفوش في الجغرافيا ولا البلاد ولا مش كل الحاجات بيعرفوها، بس هو بيبقى متابع الحدث. هو الجيل الجديد بالنسبه له الايفنت اللي بيحصل هو مهم، فهو ايه اللي حصل فيه كذا، طب ده ايه كذا، خلاص شكرا. هو بعد كده التفاصيل اللي بعد كده بقى مش هتبقى مهمه بالنسبه له. بس ده يطلع قاده في يوم من الايام. دي يطلع صح. لا ممكن يطلع، لانه هو مع الوقت هيبتدي ان هو يستوعب اكتر ويعرف اكتر والكلام ده. لما يبقى حد عنده 13 14 سنه وبيعرف الايفنتس حتى اللي بتحصل ده فيه كذا ايه اللي حصل، ده فرق نف بالنسبه له، ده مهم جدا بالنسبه له. طيب كويس، انت خليتني اتفائل اكتر. انا اتبسطت جدا بحضرتك والله. وانا والله واتبسطت ان احنا لعبنا مع بعض شويه جيمز الصراحه، يعني اسئلتك كلها يعني حاسه انا طلعت كل اللي عندي. يعني طلعت مني اسرار كتير قوي. ربنا يخليك. ميرسي جدا ليكي، شرفتيني منوراني في بودكاستي. ميرسي جدا. شكرا.